خلاص خلّصنا بقى الكحك والبسكوت والبيتي فور وكلّنا هنروح نجري على الأفران أو المخابز عشان نجيب القرص الحلوة دي، القرص اللي بالسمسم اللي بتكون محشية حشوة بسيطة كده وكلّنا مدمنينها، يعني كلّنا بنحبها. النهارده هنعملها بعجينة سهلة جدًا وبسيطة أوي، أوي، بشوية مقادير بسيطة جدًا في البيت. بُصّوا بقى هشة وطرية قطنية كده، طعمها حقيقي مميز ومختلف أحلى كمان من اللي بنشتريها من برّه. بنُص كيلو دقيق بس هنعمل كل الكمية اللي أنتم شايفينها دي. اعملي بقى لايك للفيديو لو مش مشتركة في القناة نوريني واشتركي فيها، فعّلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لِك كل جديد في القناة، ويالّا نبتدي ونقول بسم الله. أول حاجة هاحتاج كوباية زبادي من اللي هي الكبيرة دي، اللي هي بتكون 180 جرام، وضروري جدًا تكون بدرجة حرارة المطبخ، وكل المكونات اللي هاقول عليها ضروري جدًا تكون بدرجة حرارة المطبخ. طبعًا بعد ما فضيت علبة الزبادي هاغسلها كويس جدًا وهنعاير بيها باقي المكونات. أنا احتاجت كوباية من المَيّة الدافية، المَيّة ضفتها بنفس المستوى اللي كان فيها الزبادي، يعني ما مليتش الكوباية للآخر، تحت الخط ده بحاجة بسيطة كده زي الزبادي بالضبط. هاضيف كمان عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، واتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة، وده اللي هقولك عليه ازاي. هضيف بس الاول معلقتين كبار من السكر، وبعد كده هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. وانا بقلب كل المكونات دي مع بعض كده الخميرة هتتفاعل مع الزبادي وهتتفاعل مع المية الدافية، وهتبتدي ريحتها تطلع. من هنا هتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة او لا. بعد كده هاحتاج 4 كوبايات من الدقيق، أنا أخدت معايا 4 كوبايات من الكوباية بتاعة الزبادي دي بالضبط دقيق، بس أنا هاضيف 3 كوبايات ونُص، والنُص الأخراني هاخلّيه على جنب، وقت العجن لو احتجت له هارجع له. خلّينا متفقين إن نوعية الدقيق بتختلف. هاضيف عليهم كمان نُص معلقة من الملح، وهاضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أنا كنت هنا نسيتهم طبعًا كالعادة، بانسى رشة الملح بتاعة المخبوزات، بس لحقت نفسي افتكرتها وضفتها هي والبيكنج باودر. هاقلب بقى كل المكونات دي لحد ما تتشرب كده ببعض، وبعد كده هاضيف عليهم تِلت كوباية من زيت الطعام. الزيت يكون ريحته حلوة ويكون فاتح ما لهوش أي ريحة. أي نوع بقى موجود عندِك أو تحبي تستخدميه، زيت عباد أو زيت ذرة، أي زيت نباتي متواجد عندِك تقدري تستخدميه، بس أهم حاجة ما يكونش ليه ريحة ويكون فاتح. هاعجن بقى العجينة كويس جدًا، جدًا زي ما أنتم شايفين كده. يعني لو عندي عجان ممكن أخلّيها في العجان لمدة 3 دقايق، ولكن لو بإيدي هاعجن بقى فيها لمدة 10 دقايق لحد ما العجينة تتعجن كويس جدًا. بس من وقت للتاني لو حسيت إن هي بتلزق كده ومش بتلم معايا، أنا هابتدي أضيف الدقيق بالتدريج زي ما أنتم شايفين كده، وارجع تاني أعجن في العجينة. بصوا بقى العجينة بعد ما خلصت هتحسوا ان هي مطاطية كده، يعني بتمط معانا وبتلزق بسيط جدا، يعني مش التلزيق اللي هو مش بتتخلع من ايدي، لا هي زي ما انتوا شايفين كده هي مطاطية وبتلزق بسيط جدا جدا. بعد كده كل ده هيختفي. هخليها بقى وهغطيها بالاسترتش راب وهغطيها بفوطة كويس جدا. طبعا لو في شتا هسيبها لحد ما تعلى، تاخد وقتها زي ما هي لحد العجينة ما تتضاعف. لو في الصيف ممكن ما تاخدش معايا الوقت اللي هتاخده في الشتا. هخليها في مكان دافي وهسيبها لحد العجينة ما حجمها يتضاعف أو تختمر براحتها. هنا بقى بصوا العجينة اختمرت ازاي، يعني زي ما قلت لكم هسيبها براحتها جدا لحد ما الحجم بتاعها يتضاعف خالص. نيجي بقى للحظة اللي أنا بحبها جدا جدا وكلنا أكيد بنستناها. بعد كده هابتدي بقى ألم العجينة كده زي ما انتوا شايفين، وهابتدي بقى أقطعها قطع صغيرة يعني بالحجم اللي احنا عايزينه. أنا ابتديت أقطعها كده، جبت البورد ورشيت عليه رشة دقيق علشان العجينة زي ما انتوا شايفين كده بتلزق بسيط. رشيت رشة دقيق بسيطة جدا على البورد بتاعي، وابتديت أشكل العجينة كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين.
طبعًا الحجم بتاع الكِوَر ده بقى يرجع لكم أنتم، يعني لو حابين القرصة كبيرة شوية تقدروا تكبّروها، حابينها صغيّرة تقدروا تصغّروها، وده الحجم بالنسبة لي كان مناسب. أنا خلّصت البورد ده وغطّيته بقى كويس كده عشان العجينة ما تنشفش، وهابتدي أعمل واحد كمان. هارُش له برضه رشة دقيق كده بسيطة جدًا، وهابتدي برضه أقطّع العجينة زي ما متفقين كِوَر صغيّرة كده، وهابتدي أرصهم، وهاغطّي بقى العجينة دي وهاسيبها ترتاح مش أقل من 10 دقايق، يعني كل ما العجينة ارتاحت كل ما ادّتني نتيجة أفضل، واتفردت معايا بكل سهولة. على ما العجينة بتاعتي ابتدت ترتاح هابتدي أجهّز الحشوة، أنا هنا هاحشيها جبنة رومي مبشور، تقدروا تحشوها بقى أي حاجة أنتم حابينها، يعني ممكن جبنة كيري، جبنة براميلي، ممكن عجوة كمان، ممكن تخلّوها سادة زي ما تحبوا. التزيين أنا هازيّنها بالسمسم وهازيّنها كمان بالبلاك سيد أو بحبة البركة. كمان الحاجة اللي هتخلّي لون القرص من برّه حلو أوي، هي معلقتين كبار من عسل النحل، وهاضيف عليهم معلقتين كبار من المَيّة، هاقلّبهم كويس جدًا، ودول سر اللون بتاع القرص بتاعة الأفران، يعني هو اللي هيخلّي لونها دهبي كده من برّه ولونها حلو أوي. نيجي بقى للتشكيل، أنا كنت بابدّر إيدي أو صوابع إيدي كده بدقيق بسيط جدًا، وبابتدي آخُد قطعة، قطعة من العجينة وأفردها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، يعني هي مش بتحتاج ولا نشّابة ولا أي حاجة. مش بارقّق العجينة أوي، يعني باخلّيها بالسُمك اللي أنتم شايفينه برضه ده، وباجي في النُص كده وباضيف الحشوة اللي أنا عايزاها، زي ما قُلت أنا ضِفت هنا مبشور جبنة رومي، وتقدروا تضيفوا أي حشوة أنتم حابينها أو ممكن كمان تسيبوها سادة. هابتدي بقى ألِم العجينة من الأطراف كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وبعد كده هابتدي آخُدها على العسل والمَيّة، وبعد كده هاخلّيها تاخد طبقة كمان من السمسم. هاضغط عليها ضغط بسيط كده، وبعد كده هاخدها في صاج مفروش بورق الزبدة، لو مش متاح عندي ورق زبدة ممكن أدهن الصاج دهنة بسيطة جدًا بالزيت. هاعمل واحدة كمان قدّامكم كده، هافردها بسيط وهاضيف عليها الحشوة اللي أنا حاباها، وبعدين هالمّها بأطراف صوابعي كده زي ما أنتم شايفين، هاخدها في العسل وبعد كده بالسمسم وبعد كده في الصاج بتاع الخبز. هاضغط عليها ضغطة بسيطة كده اللي هو أبتدي أفردها بسيط كده. بس كده بعد ما خلّصت الكمية هاجيب بقى حرف السكينة وهابتدي أعمل خطين صغيرين كده بحيث إن هي لمّا تدخل الفرن هتختمر وهتعلى معايا أوي، الخطين دول هيخلّي مستواها في الخمر يعني كويس اللي هو المطلوب. تعالوا بقى نعمل شوية كمان بحبة البركة، من الحاجات اللي أنا باحبها جدًا، جدًا في المعجنات عمومًا، بتدّي طعم وريحة حلو جدًا. فأنتم لو حابين ده اختياري، تقدروا تعملوها زي ما قُلت بحبة البركة أو بالسمسم أو زي ما أنتم عايزينها لو سادة كمان، نفس الطريقة بالضبط بس أنا هاضغط عليها كده هافردها شوية بسيطة وهاسويها من الجناب وبعد كده هانقلها على صاج الخبز، زي ما قُلت لو في ورق زبدة تمام تحت العجينة، لو ما فيش ممكن أدهن الصاج بطبقة خفيفة جدًا من الزيت. هاضغط عليها كده بسيط وهاسويها وبعد كده هاضيف الحشوة اللي أنا حاباها وهكذا. بعد ما خلّصت كل الكمية هابتدي أدهنها دهنة بسيطة كده من خليط العسل والمَيّة، أنا ممكن أستبدل خليط العسل والمَيّة ده بحليب وممكن كمان صفار بيضة ورشة فانيليا وأقلّبهم كويس جدًا وأدهنهم، ال3 دول هيدّوني نفس النتيجة. بعد كده هادّيها رشّة بسيطة كده بحبّة البركة، طبعًا لو حابين ترشّوا عليها حبّة البركة بس أو تخلّوها كلّها بالسمسم بس أو لو حتى سادة، دي كلّها أفكار أنا باقولها لكم للتزيين مش أكتر. طبعًا كل واحد يعمل المُحبّب ليه. هابتدي بقى أعمل لها شقوق من النُص كده علشان ما تنتفخش أوي في الفرن ويكون شكلها مش لطيف.
هاخلّي العجينة دي بعد ما رصيتها في الصاج ترتاح لمدة 10 دقايق، وبعد كده هاخبزها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 220. هتاخد بالضبط 20 دقيقة بالمتابعة، يعني لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. هي كده بعد ما خرجت من الفرن بصوا بقى لونها حلو ازاي. ضروري بقى القرص دي أول ما تخرج من الفرن نغطيها بفوطة مبلولة، أو حتى لو رشينا عليها رشة مية بسيطة كده وغطيناها علشان تحتفظ بالرطوبة، يعني ما تنشفش من الهواء أو تحجر مني، لا تفضل طرية كده لحد آخر واحدة. بصوا بقى دهنة العسل اللي دهناها مخلية لون القرص حلو جدا، يعني مدياها اللون الذهبي الحلو بتاعة الجاهزة اللي بنشتريها من المخابز. لونها حلو جدًا من فوق ومن تحت طبعًا وهي في الفرن نكون ملاحظينها، يعني ما نخلّيهاش تتلسع مننا وما تقعدش وقت طويل في الفرن علشان ما تنشفش وتجلد مننا. بُصّوا بقى طرية إزاي، من جوّه كمان هشة كده وطرية أسفنجية قطنية. أنا كنت فرحانة جدًا وكل شوية أضغط عليها كده في التصوير. بُصّوا شكلها عامل إزاي، حتى ولادي كل ما يقسموا واحدة والّا حاجة يمسكوها يقعدوا يدوسوا عليها كده. ومن نُص كيلو دقيق عملنا كمية القرص الحلوة دي. لونها طعمها ريحتها حقيقي تجنن. لازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات فيها ايه. هسيب لكم تحت في صندوق الوصف كل اللينكات بتاعة المخبوزات اللي عملناها قبل كده، عشان لو أول مرة تشوفيني وحابة تشوفيهم تقدري ترجعي لهم بكل سهولة. ولحد هنا لو استفدتوا من فيديو النهاردة اعملوا لي لايك، لو مش مشتركين في القناة نوروني واشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة وأشوفكم على خير. باي باي.